في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أسباب ثبات الوزن، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الطرق العلمية والمدروسة والفعالة لكسر ثبات الوزن، وإنك تشوف يا صديقي الفرق الحقيقي لمجهودك. في البداية لازم تعرف حاجة مهمة جدا، إن الحرمان أبدا مش هو الحل هو إنك تعرف طبيعة جسمك وإزاي تكسر ثباته بطريقة علمية من غير ما تأذيه. يلا بينا. أول خطوة يا صديقي، راجع أكلك. لازم تعيد ضبط سعراتك الحرارية، لأن ممكن السعرات اللي كنت بتخس بيها زمان دلوقتي تكون سعرات حفظ. وده وفقا لدراسة تم نشرها سنة 2001 في ناشونال انستيتيوتس اوف هيلث، بتقول إن فقدان الوزن بيقلل معدل الحرق القاعدي البي ام ار بنسبة تصل ل 15%. فالحل هو إنك تحسب معدل سعراتك الحرارية على طبيعة جسمك ومجهودك النهاردة، مش امبارح ولا الأسبوع اللي فات. الحل التاني إن الدايت لازم يتغير كل 21 يوم، لان الدايت الطويل بيقلل هرمون اللابتين المسؤول عن الحرق والشبع، وده وفقا لدراسه تم نشرها سنه 2003 في امريكان جورنال اوف كلينيكال نيوتريشن. الحل الثالث يا صديقي هو الدايت بريك. اوقات جسمك بيبقى محتاج الراحه مش الضغط، يعني لو بقالك شهور بتعمل عجز لجسمك في سعراته الحراريه، جرب ترفع اكلك لمده اسبوعين لسعرات الحفظ، وده وفقا لدراسه تم نشرها سنه 2017 في ماتادور ستادي، ان الناس اللي خدوا دايت بريك خسروا دهون اكتر من الناس المستمره على دايت في عجز من السعرات الحراريه. يعني الراحة أحيانا بتسرع معدل نزول جسمك من الدهون مش العكس. الحل الرابع يا صديقي، غير نوع التمرين. يعني لو حضرتك بتلعب نفس التمرين بقالك فترة طويلة وجسمك ثابت، فحاول تغير. يعني لو بتلعب مشي العب هيت، لو بتلعب تمارين مقاومة بنفس الأسلوب غير الأسلوب من حيث تعديل التكرارات أو الجلسات أو حتى الأوزان. التغيير المستمر بيصدم الجسم وبيزود معدل الحرق، وده وفقا لدراسة تم نشرها سنة 2011 في اوبستي جورنال، أكدت إن رياضة الكروسفيت هي الرياضة الأمثل لخسارة الدهون وزيادة العضلات والحفاظ على صحة الجسم بصورة عامة. الحل الخامس، حسن نومك وقلل الاسترس. جسم مش بينام كويس بيساوي جسم مش بيفقد دهون. قلة النوم بتزود هرمون الكورتيزول وبتقلل هرمون اللابتين المسؤول عن الشبع والحرق، وده بيخلي جسمك يمسك في الدهون. وده وفقا لدراسة تم نشرها سنة 2009 في PLOS ميديسين، بتؤكد ان الناس اللي بيناموا اقل من 6 ساعات يوميا بيزيد وزنهم بنسبة 55% عن الناس اللي بتنام عدد ساعات طبيعية، ونفس النتيجة مع الناس اللي بتنام أكتر من 9 ساعات. الحل يا صديقي إنك تنام بمعدل من 6 ل 9 ساعات يوميا. الحل السادس يا صديقي، خليك صبور. مش كل تقدم بيبان على الميزان، ممكن تكون بتخسر دهون وبتزيد عضل. عشان كده لازم تتابع بقياسات الانبادي وقياسات الملابس والصور الأسبوعية، مش بالميزان التقليدي بس. في النهاية كسر الثبات مش محتاج تعذيب، محتاج خطة محكمة وعلمية ومدروسة. يعني باختصار، ثبات الوزن مش معناه ان الدايت فاشل، دي حاجة طبيعية بيمر بيها معظم الناس، والمفتاح انك تفهم جسمك وتعدل استراتيجيتك. في النهاية لو عندك اي استفسار سيبه في التعليقات، واحنا ان شاء الله هنرد على حضرتك.